اهلا وسهلا بكم في برنامجكم المحبوب جدا على المصطبه. من ايام بسيطه كنت لسه مخلص ثالثه ثانوي، وطبعا بقى بادئها البدايه الجد بتاعت اي طالب داخل ثالثه ثانوي اكنه داخل معركه، وشويه الحاجات بتاعت ال 99.9% دي. يجي حد يقول لي 99 ايه يا معلم؟ صلي على النبي، ده انت في ثانويه ازهريه. اقول له يا عم اسكت اسكت انت بس، اقعد ساكت كده واطلع منها وانا ان شاء الله هعملها. عملت فيها الامام محمد عبده وقلت خلاص بقى كبرت في دماغي السنه دي بتاعتي، وفجاه ابص في اخر السنه على النتيجه الاقيني حمو بيكا وطالع الاول على العالم في افريقيا. سبحان الله. بمسك كتاب الفيزياء بقى ومربي شعري بقى ومندمج وحاسس ان انا كده قريب اينشتاين، تمام، ومقتنع بقى اقتناع تام طالما ربيت شعري يبقى انا كده بقيت عالم ذره. المهم امسك كتاب الفيزياء الاقي خيال عمال يسرح لبعيد، لا بعيد ايه ده، بعيد خالص، وبيقول لي هتعمل ايه في الاجازه وهنستغلها ازاي. اجازه ايه؟ اجازه ايه تنيل؟ خلينا اذاكر الماده دي. لا معلش نشوف الاجازه الاول وبعد كده هظبطك في الماده، ما تقلقش سيبها عليا. المهم بقى طلعت ورقه لاني رصد كده حب كام كورس كده اتعلمهم، كورس انجليزي على كورس الماني على كورس هندي على كورس مكتب، وكم كتاب كده على كام روايه، كتاب فن اللامبالاه وكتاب كيف تصبح راجل ناجح في 3 ايام، وشويه حاجات لسه بدري عن وقتها. فلقيت نفسي مش فاهم حاجه في الفيزياء، اذاكر قمت جاي داخل نايم. تاني يوم اتصلت على شله اليهود صحابي قلت لهم يلا ننزل نفك على القهوه شويه، نفك عن نفسنا يعني. المهم نزلنا القهوه، يا دوب لسه بقعد يعني ما استريحتش من القعده، الاقي واحد يقول لي انا مش عارف حاجه في الفيزياء التاني يسكت له يقول له اقسم بالله ما فتحت الفيزياء. التالت بقى يعني ايه فيزياء؟ تحس ان هم بيعلوا على بعض، يعني مين اللي هيسقط الاول؟ وانا يعني قاعد بقى اللي هو حماده، ولقيتهم في الاخر مغفليني وجايبين بقى ايه 99 ونسب الديتول اللي انتوا عارفينها دي. وطول بقى ما احنا قاعدين على القهوه نتكلم ونقول احنا لازم نفتح مشروع، نفتح مشروع كافيه كده، ها، ميه سخنه وميه ساقعه وبتاع والدنيا هتمشي. اقول لهم لا، احنا نفتح مشروع كتاكيت، نجيب شويه كتاكيت ونربيهم، نجيب لهم علف، شويه تحصين، شويه يكبروا، عمليه مضمونه يعني وفلوسها كتير. وخد بقى كل قاعده نفس الحوارات ونفس المشاريع، ونسينا اصلا السنه اللي احنا فيها. وفجاه السنه عدت بسرعه ولقيت نفسي في شهر 12، وبيني وبينكم بقى السنه دي هتعدي بسرعه وكانها عامله زي محمد صلاح. قلت لا انا لازم اقف مع نفسي كده وقفه رجاله وابدا الم المنهج من شهر واحد. جه شهر واحد وهوب دبل كيك لقيت نفسي في شهر 2 وبحضر جدول للمذاكره بتاع شهر 3. وفجاه بقى حوار الكورونا جه، وزير التربيه والتعليم لغلنا حبه حلوين من المنهج. تاني يوم الازهر نزل نفس القرار، وبدت بقى الدنيا تضحك لي وتنور في وشي كده، ها واخد بالك، بعد ما كنت فاقد الامل. ورحت بقى مسحت حبه التراب والعنكبوت اللي كانوا على كلمه المهندس اللي معلقها عندي في الاوضه من اول السنه، وبدات الم المواد. لميت الماده الاولى والثانيه والثالثه، وبدات بقى الدنيا تمشي زي السكينه في الحلاوه معايا كده. بس طبعا الانتخه مش هتسيبني في حالي يعني. وبعد كده عامل زي بتاع السجاد وزير التربيه والتعليم نزل قرار تاجيل الامتحانات ل 21/6. تاني يوم الازهر نزل نفس القرار تاجيل الامتحانات ل 21/6. حلو قوي القرار ده يا وزير، هاخده عندي على الصفحه. بعد ما القرار ما نزل قلت لنفسي بقى انا محظوظ بقى، واللي هو جهزوا لي الريمونتادا ناو. بس في صدقكم كده الانسان اصلا بطبعه بيحب الانتخه، واللي هو يتزنق زنقه الكلاب كده يعني، بتبقى ليها متعه الصراحه يعني. وهوب الايام جريت وجه العيد ولقيت فاضل نفس ال 12 يوم بتوع الزنقه الاولى، وعلى بقى اقتناع تام عمال اقول لنفسي ان شاء الله الامتحانات هتتاجل حرصا على ابنائنا الطلاب يعني، والكلام اللي احنا فاهمينه ده. يعدي يوم ان شاء الله بكره الامتحانات تتاجل، الثاني يجي مفيش حاجه بتحصل، الثالث لا اكيد هيحصل حاجه، الرابع ايه انا كده هشيل الماده في ايه. بس على جانب اخر في الوقت اللي انا كنت عايز فيه الامتحانات تتاجل، لا كنت عايزها تيجي النهارده قبل بكره عشان اخلص من كميه الضغط والتوتر اللي انا كنت فيه. والحمد لله السنه عدت على خير ونجحت. في نهايه الحلقه عايز اقول لكم كلمتين. خلي ثالثه ثانوي دي نقطه فاصله في حياتك بتغييرها من الاسوأ للاحسن. بمعنى في بعض الاشخاص عندهم بعض العادات والطباع السيئه وبعض الذنوب والمعاصي اللي مش قادرين يبعدوا عنها. حاول واجتهد على قد ما تقدر اللي انت تحسن نفسك وتطورها للاحسن. حتى لو جيت في اخر السنه لقيت نفسك جايب 60 70% هتلاقي نفسك بتحمد ربنا وتقول انا عامل الاعظم والاحلى من كده. وبس كده كنا وصلنا لنهايه الحلقه. لسه بقى تعمل اللايك الشير شويه الحاجات اللي بتبقى في الحلنبص دي، واخد بالك. وبس كده، لا مش بس كده، ايه، نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.